جهة محمود علي. أنا حاوس محمد علي بابل. أيوة فهم. بعين قفاه. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة كبيرنا الموجود هو الشيخ أحمد، أبي نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المكان وأن يجعل هذا الجمع في ميزان حسناتنا جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كان عنوان لقائنا لهذا اليوم وحدة الصف ونبذ الفرقة والعصبية المقيتة. بارك. حيث أيها الأحباب ونحن هذا الأيام في أمس الحاجة إلى أن نجسد هذا العنوان وإلى أن نجسد هذه المبادئ في حياتنا. هذه الأيام التي نعيش في ظرف استثنائي صعب يقتضي تضافر الجهود للخروج منه إلى آفاق جديدة وإلى آفاق رحبة تحقق الأمن والاستقرار والرفاه والعيش الهنيء لنا جميعا. فخلال قرن مضى، أعود وإياكم أحباب الكرام، ظل التخلف هو السمة السائدة في حياة اليمنيين عامة في خلال 100 سنة الذي مضت، والخاصة فالصراعات المتلاحقة استغرقت الجهود واستنفذت الإمكانات واستغرقت الأوقات، ولم نحقق الآمال التي أرادتها كل الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية. فثورة الشباب الشعبية السلمية أيها الأحباب كانت آخر المحطات. ظننا بعدها أن اليمن يتمكن من الخروج بسلام من دوامة الصراعات، فجميع القوى السياسية توافقت على التعايش وعدم الإقصاء لأحد، وكان المفترض اقتناص فرصة تعاطف الأشقاء والأصدقاء مع اليمنيين فينطلقون لبناء يمن جديد يشارك في ترسيخ مدامكه كل اليمنيين بلا استثناء. وكان هذا هو هدف المبادرة الخليجية أيها الأحباب، وكلنا نعرفها، والحمد لله عز وجل أنها استطاعت أن تخرج اليمن من نفق مظلم كان أكيد كل اليمنيين سيعيشونه. ومقصد كانت هذه هو هدف مؤتمر أو المبادرة الخليجية، ومقصد مؤتمر الحوار الوطني، والغاية من تشكيل حكومة وفاق وطني تمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة دون عنف أو اقتتال والاحتيال يدخل اليمن في نفق مظلم. ولكن للأسف الشديد أيها الأحباب، الطبع غلب التطور، والإيمان بالتعايش والقبول بالآخر هدف لم يزل صعب المنال في حياتنا. والأنانية وحب الذات والانتصار للنفس والحنين إلى الماضي القريب والأنانية وحب الذات والانتصار للنفس والحنين إلى الماضي القريب هو الغالب والسائد في حياتنا هذه الأيام. فالكل يريد مغانم الشراكة ويرغب بالاستثناء بنصيب الأسد مما بحوزته، وفي الوقت الذي يطلب من الآخرين الوفاء بواجباتهم لكنهم يتنصلوا عن الالتزام بما يجب عليهم، ويحرص أن يأخذ مقاعد كثيرة سواء في مؤتمر الحوار أو في مجلس النواب أو في غيره، ولا يلتزم بمخرجاته أبدا. يرغب المشاركة في الحكومة ويريد أن يمارس دور المعارضة. كدك في الحكومة يا أخي الكريم معك نص مقاعد الوزارات ومع ذلك ترغب أن تجلسها في المعارضة. يدعو للدولة المدنية ويحرص على فرض وجوده بالمدفع والصاروخ. يزعم أنه مع استقلال الوطن وسيادته، لكن تصرفاته تستدعي تدخل الخارج ورعايته وهيمنته.
إن إشعال الحروب أيها الأحباب وإثارة الفتن واستمرار التخريب كأنها نقول بلسان الحال نحن شعب قاصر وعاجز عن حل مشكلاته، ونحتاج إلى وصايا خارجية تخرجنا مما نحن فيه للأسف الشديد، مع أن الحل أيها اليمنيين في أيدينا، ولكن نسير في التيه ونسير في الضلال والكذب للأسف الشديد على النفس. كل ذلك لا يليق بنا، ويجب ألا يفت في عضد عقلاءنا وحكماءنا أن يبذلوا قصارى جهدهم لنتجاوز حماقات الطائشين واندفاع المتهورين كما يحصل الآن، بقدر ما استبشرنا بجلوس كل الأطراف السياسية على طاولة الحوار الوطني الشامل. كانت وللأسف الشديد خيبة أمل في تملص مكونات مشاركة في الحوار الوطني من الالتزام بما خرجوا في الحوار الوطني وبما تم التوافق عليه، فإذا بالحرب تشتعل في دماج وتستمر حتى تصل إلى عمران بوابة العاصمة، تزهد فيها أرواح اليمنيين أو يشحذ فيهم غير اليمنيين. أنتم معي؟ تزهد فيها أرواح اليمنيين تحت مبررات واهية وحجج باطلة. كان الأولى أيها الأحباب من هذه المكونات الاستعداد للانتخابات والاحتكام لرأي الشعب. كان الأولى الاستعداد للانتخابات والاحتكام لرأي الشعب، وما يظن تحقيقه بالعنف وسفك الدماء سيتم عبر صناديق الاقتراع. أليس من العبث إهدار إمكاناتنا وتقطيع أواصر الرحم والقربى بين أبنائنا من أجل الوصول إلى السلطة؟ والطريق مفتوح وموحد إليها بالسلم والمآم والوئام، ولا ضرورة للحرب والخصام. لقد وجهنا لحكومة الوفاق انتقادات كثيرة هذا الرجال، صح ولا لا؟ كلنا بيقول هي الحكومة. انقطعت الكهرباء كلنا بنقول هي الحكومة. الغاز انعدم كلنا بنقول هي الحكومة. مشتقات نفطية مش موجودة كلنا بنقول هي الحكومة. لقد وجهنا لحكومة الوفاق انتقادات كثيرة لأنها لم تأخذ نفسها بالعزائم، ولم تشر بصراحة إلى المقصرين والمفسدين، ولم تعاقب المخربين الذين يفجرون أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، ولم تصرح وتكشف المكررين والوهميين والمنقطعين. وهذا كله أيها الأحباب لا يعفي أحدا ولا يعفي الأحزاب المشاركة في الحكومة من المسؤولية، لكن لا يمنح الأطراف الأخرى التي شاركت في الحوار والمشاركة في الحكومة بنصف عددها حق الفوضى والعبث وافتعال الأزمات والدعوة للتمرد على الدولة وتبويض مسار التسوية السياسية والعودة إلى دوامة الصراع المستمر من أجل أن يقال سلام الله على ضعضان سلام الله على فلتان. فليس أمام اليمنيين الآن أيها الأحباب إلا أن يتعايشوا ويقبل كل منهم الآخر، ينصرفوا بكل جد نحو العمل والبناء، وحينها سيحققون جميعا أهدافهم وطموحهم. ونحن في حزب التجمع اليمني للإصلاح رغم كثافة الأوضاع وضراوة الحملات الدعائية عليه الموجهة عليه وظلم ذوي القربى والجهل المتعمد بكل ما يعمله التجمع اليمني للإصلاح للوطن وللشعب، لن نحيد قيد أنمنا عن مبادئنا وحبنا لشعبنا ووطننا وطموحنا المستمر في أن نرى شعبنا ووطننا من أفضل وأرقى الأوطان والشعوب. هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي وطننا وشعبنا من كل شر وفتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي محمود بكر. أشكر رئيس المركز على هذه الكلمة.